لما تيجي تسأل واحد وتقول له تفضل تتعلم البرمجة ولا الجرافيك أو أي مجال تاني، هيقول لك برمجة من غير تفكير. طب ليه ما فكرش في المجالات التانية بالرغم من إنها أسهل من البرمجة ودخلها كويس برضك؟ الإجابة هنا هتبقى مختلفة ما بين عقلية للتانية. يعني أنا ممكن مثلا أقول إن أنا أحب أبدأ بالبرمجة لأن الكمبيوتر أصلا مبني عن طريق البرمجة، ولو أي مشكلة قابلتني في النظام بتاع الكمبيوتر أعرف أحلها. أما لو بدأت بالجرافيك أو التسويق ساعتها مش هعرف أحلها. وواحد تاني يقول انا بتعلم البرمجة عشان اقدر اشتغل بعد كده واجيب دخل كويس. وممكن واحد تاني يقول انا بتعلم لغات معينة في البرمجة عشان اقدر بعد كده اصمم موقع الكتروني اشتغل عليه. فده اللي بيخلي اهداف البرمجة كتيرة ولذلك عليها اقبال كبير. ولكن هل الاقبال الكبير ده كلهم بيحققوا اهدافهم؟ الاجابة اكيد لا، وده بيرجع لعدة اسباب. اشهرهم الشخص لما يبدأ يتعلم البرمجة بيكون عنده حماس كبير قوي. بعد فترة بتلاقي الحماس ده بيبدأ يقل تدريجيا لحد لما يخلص تماما، وساعتها يبطل يتعلم. والسبب التاني عشان ضغط الدراسة والدروس والامتحانات، لكن احنا حاليا في الأجازة فمفيش حاجة تمنعنا ان احنا ما نتعلمش برمجة إلا السبب الأولاني. فأنا في الفيديو ده هعرفك ازاي نحل المشكلة دي، وايه هو المنهج اللي هنمشي عليه، وايه نظام المتابعة اللي هيتم ما بيني وما بينك الفترة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتكلمت في أول الفيديو إن مشكلة الاستمرارية في التعلم أو عدم الحماس ده اللي بيمنعنا اللي إحنا مش نتعلمها أو نكمل فيها. عشان نوصل لحل المشكلة ديت لازم أذكر لك نقطة أنت مش فاهمها كويس. إيه اللي بيخليك مستمر في مذاكرتك للمنهج الدراسي لحد لما تخلصه؟ ده لأنه في مدرس رقيب عليك وبيلزمك إنك تكمل مذاكرة لحد لما تخلص المنهج تماما. وفي واحد غلس ممكن يجي ويقول طب ما هو المنهج اللي انا بذاكره همتحن فيه، اما البرمجه مش همتحن فيها. هنا بشترك واقول لك ان في مدارس بتعلم البرمجه دي وبتعتبرها ماده اساسيه بتضاف للمجموع زيها زي المواد التانية وبتمتحن فيها. فهي مش حكايه بمتحن فيها ولا ما امتحنش. ولو انت بقى من النوعيه ديت يبقى الفيديو ده مش ليك، وانا اسف جدا ضيعت وقتك على الفاضي. ناس كتير لقيتها بدأت في تعلم لغات البرمجة مباشرة من غير ما ياخدوا أي أساسيات. هل هيقدروا يكملوا؟ احتمال إن هما ما يكملوش. لأن لو أنت دخلت في لغة من لغات البرمجة هتلاقي فيه ألفاظ غريبة أول مرة تسمعها ومش عارف الموضوع ماشي إزاي، بس أنت لو بحثت هتقدر تفهمها. لكن موضوع البحث ده هيستمر معاك؟ للأسف لأ، وهتزهق ومش هتكمل. فأنا بقول لأي حد عايز يبدأ يتعلم برمجة يبدأ بالأساسيات عشان بعد كده يختار اللغة اللي هو عايز يتعلمها ومش يتعب فيها كتير. وبالمناسبة الناس اللي هي مش تعرف أي حاجة عن البرمجة فلازم تعرف حاجات مهمة في بدايتك، زي مثلا ممكن تفتكر إن البرمجة ديت لغة واحدة وهي في الحقيقة مش لغة واحدة. تعالى نظبط شويتين ونكتب في السيرش كم عدد لغات البرمجة. قال لي هنا يبلغ عدد لغات البرمجة حاليا حوالي 600 لغة برمجة متفاوتة المستوى والصعوبة. انت متخيل كم لغات؟ 600 لغة، يعني لغات مهولة. ولو انت مركز وانت بتقرأ هتلاقي كلمة حاليا. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك زي ما فهمت كده اللغات ممكن تزيد. فانت لو هتبدا تتعلم بالبرمجه لازم تعمل حسابك ان انت لازم تطور نفسك اول باول، لان البرمجه بتتطور يوم عن يوم، فانت لازم تكون مواكب لاي تطور بيحصل. البرمجه مش إلها نهايه، محدش عارف نهايتها ايه. فانت لما تطور نفسك اول باول هتبقى متميز في شغلك عن اي حد تاني. انا بفضل انك تبدا بكورس سي اس 50. ده كورس بيعرفك الاساسيات والالفاظ الغريبه اللي هتقابلها بعد كده. بس هل لما تاخد سي اس 50 هل هتبقى فاهم كل حاجه؟ لا طبعا. سي اس 50 ما هو الا كورس بيلففك لفه حوالين برمجه من الخارج مش من الداخل، مش بيعرفك كل التفاصيل. هتقول لي طب ليه احنا بناخده طالما هو مش قد كده؟ هقول لك سي اس 50 هيعرفك يعني ايه برمجه وايه مجالاتها، ولما تخلص الكورس هيكون عندك حصيله معلومات جيده جدا عن البرمجه. طب هتعلم الكورس ده منين؟ انت عندك مصدرين تتعلم منهم. اول مصدر مقدم من جامعة هارفارد العالمية بس الكورس ده بالانجليزي. طب افرض انت مش حلو في الانجليزي هتعمل ايه؟ يبقى تتعلم الكورس ده من الباشمهندس عبد الرحمن جمال، والكورس ده اسمه سي اس 50 بالعربي، وهو ماشي على المنهج بتاع سي اس 50 المقدم من جامعة هارفارد. انا بدات في الاول ان انا كنت بسمع الفيديو مرتين. المره الاولى كنت بفهم الفيديو كويس، والمره التانية كنت بسجل المعلومات اللي فهمتها في كشكول عندي واذاكرها. لكن الموضوع ده بياخد وقت ومجهود، وحاليا انا بستخدم نوشن لان هو ساعدني كتير في المذاكره ووفر عندي وقت كبير.
بس معلش، ايه هو نوشن؟ هقول لك، انت عندك 3 برامج: نوشن وجوجل كيب وتكتك. ال3 برامج دول هم عباره عن برامج تدوين، زي مفكره كده بتدون فيها اي حاجه، تكتب فيها تكتب فيها كود، تحط فيها ملفات زي الصور والفيديوهات والبي دي اف والحاجات دي كلها. انا هستخدم انهي واحد فيهم؟ لو انت عايز الاسهل يبقى جوجل كيب، ولو انت عايز المتميز يبقى نوشن، لان نوشن فيه مميزات كبيره جدا افضل من جوجل كيب 100 مره. وفي مقاله كنت كتبتها عن ال3 برامج دول، كنت عامل مقارنه ما بينهم، تقدر انت تقرا المقاله ديت من اللينك اللي هيكون موجود في الديسكربشن تحت. طب المطلوب مني ايه دلوقتي؟ ابدا في سي اس 50 ولا اتعلم نوشن؟ انا هوفر معاك وقت كبير جدا، وهقول لك على الحاجات المهمه اللي لازم تعرفها في نوشن عشان تقدر تتعلم سي اس 50. يلا بينا ننتقل على جهاز الكمبيوتر. اول حاجه نكتب في السيرش كلمه نوشن، هتظهر لنا اهو في خانه البحث، نضغط عليها، هيجيب لنا بقى نوشن دوت اللوجو بتاع نوشن. نضغط على اول خيار اللي هو نوشن، نضغط عليه وهتفتح معانا الصفحه دي. هنضغط على جيت نوشن فري. بعد كده هيدخلنا على صفحه الساين اب اللي هو التسجيل. فانا هسجل، انا طبعا مسجل قبل كده فيه، فانا هعمل لوجن ان عشان انا مسجل قبل كده فيه. انت هتعمل ساين اب عشان انت مسجلت قبل كده فيه. زي ما انتم شايفين ديت صفحة من الصفحات اللي انا كتبتها على نوشن، اللي هي ماي هوليداي، اللي كانت في الفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن ايه اللي هنعمله في الاجازة، واتكلمنا على البرمجة. فهنا كاتب لي المهام بتاعتي، وعملت اللي هو التو دو ليست، الحاجات اللي بعملها بعد ما اخلص دي. مثلا اروح اعمل تشيك هنا، علامة صح، يبقى كده انا خلصت كده. يعني كنت كاتب كل الحاجات، يعني تقدر تنظم بيها حياتك ويعني دنيتك كلها. يعني تعمل تو دو ليست وتكتب مثلا كوت، اي حاجه، ملاحظات، حاجات يعني ديت عباره عن فيديوهات انا مخطط لي ان انا اعملها. وعندي هنا حاجات مقالات مخطط ليها، وعندي رياضه. كنت مقسم الاجازه بتاعتي على النظام دوت. عايز توصل للتمبلت دوت او النموذج الصفحه اللي انا عملتها ديت، هتلاقيها في الفيديو اللي فات. تضغط على اللينك الموجود تحت في وصف الفيديو هتلاقيها موجوده. تمام. ديت صفحه من الصفحات اللي موجوده في نوشن. طبعا المميزات والالوان والحاجات دي كلها ده نوشن بس هو اللي بيتيحها لك، جوجل كي مش بيتيح لك الحاجات دي. تمام. احنا عايزين نعمل صفحة جديدة او بيج جديدة، فاحنا هنروح على الصفحة او التولز اللي على الشمال ديت، فدي اللي بنستخدمها على طول. هنضغط على حاجة اسمها اد بيج، يعني ابني صفحة جديدة. فلما عملنا صفحة جديدة زي ما انتم شايفين صفحة فاضية ما فيهاش اي حاجة. انت تكتب مثلا هنا اي صفحة، مثلا تكتب اسم الصفحة، وليكن نكتب ايه، نكتب CS50 مثلا، CS50. تمام. وبعد كده عايز مثلا تضيف كفر، دوس على اد كفر بس نحط الصورة للسي اس 50. اضغط على تشينج كفر. تقدر تختار بقى اي كفر انت حابه، وممكن لو انت عندك صورة تحطها تحطها على هنا عن طريق تختار كلمة ابلود، وتدوس ابلود فايل وتختار الملف اللي انت عايز تحطه. فهنختار على سبيل المثال اي صورة بقى، نضغط على الجاليري من هنا ونختار اي صورة احنا عايزينها. مثلا وليكن مثلا هنختار الصورة ده اهي. بس انت تقدر تكتب في جوجل صورة مثلا عن سيفتها، تنزل اي صورة من على جوجل وتحطها هنا احسن من الصور دي. بس انا بقول لك حاجات كده بسيطة عشان مش اطول من وقت الفيديو اكتر من اللازم. وبس انا بقول لك على الحاجات بس الاساسية اللي انت هتعملها. اد ايكون يعني بتحط صورة، زي مثلا هنا لو دخلت على ضيف اد ايكون، يعني بتختار الايكون اللي انت عايز تضيفها. يعني مثلا لو دخلت على مستلزماتي في يوتيوب بلوجر مثلا، هتلاقي الايكون اللي انتوا شايفينها ديت عباره عن ايكون او صوره بترمز لك على الصفحه اللي انت عايزها. زي ما انتوا شايفين دي صوره ليا حاططها، ده الكفر، اقدر اغيره من تشينج كفر من هنا، وده الايكون اللي بختاره. واد كومنت يعني تكتب كومنت بسيط عنه. بس احنا مش عايزين دي، احنا عايزين اللي هو السي اس 50، الصفحه بتاعتنا اللي احنا لسه بنصممها. تمام.
احنا مش هنعمل اد ايكون والحاجات دي كلها. فاحنا دلوقتي ايه، احنا الصفحه بتاعتنا فاضيه ما فيهاش اي حاجه. دوسنا على البيتي بيج وكده فاضيه ما فيهاش اي حاجه. تمام. زي ما انتم شايفين لما ضغطت على علامه الزائد جاب لي القائمه دي. القائمه ديت فيها عباره عن شويه حاجات بتستخدم. عندك هنا التكست ديت، لو انت عايز تكتب اي كلام مثلا بتضغط على التكست وتكتب زي ما انت عايز. بيج صفحه، لو انت عايز تعمل صفحه جوه الصفحه اللي انت بتستخدمها ديت. تو دو ليست اللي هو زي ما انت شفتوها في الصفحه بتاعت ماي هوليداي، عباره عن تو دو ليست بتختارها وبعد ما تخلصها بتعمل علامه صح او تشيك على الحاجات دي. هيدنج 1 ديت خط بصيغه ثانيه، هيدنج 2 دي خط بصيغه ثالثه صيغه ثانيه، وهيدنج 3 دي خط بصيغه ثالثه ثانيه. يعني كل ما تختار حاجه، يعني مثلا لو اخترت هيدنج 3 مثلا كده ضغطت عليه جاب لي هيدنج 3، اقدر اكتب مثلا، ممكن اكتب مثلا ايه العربي مثلا او اي حاجه. بص دوت صيغه ثانيه خط. ممكن ادوس على علامه الزائد تاني واختار مثلا هيدنج 2. هتلاحظوا ممكن اكتب مثلا كلمه العربي. هتلاحظوا في فرق، يعني الصيغه، يعني هيدنج 1 وهيدنج 2 وهيدنج 3 دي عباره عن احجام، بتختار حجم الخط بتاعك. تمام. بس احنا مش عايزين ده، نمسحه. الهيدنج 1 والهيدنج 2 والهيدنج 3 والتكست برضك بتستخدمهم لو انت عايز بتشرح معلومه انت فهمتها من سي اس 50. يعني مثلا في امر هتعرفه بعدين لما في سي اس 50 عايز اخلي الكمبيوتر يكتب لي كلمه هلو وورلد، او مثلا يكتب لي اسمي محمد او احمد. فالامر للطباعه او الفانكشن للطباعه دوت اسمه برنت اف. فانت في الهيدنج 2 في الهيدنج 3 والتكست ده كلها بتشرح بطريقتك انت، اكنك بتشرح لحد. تمام. نضغط علامه الزائد تاني. انا كده عرفتك التكست والبيج دوت. لو انت عايز تبني صفحه، لو ضغطت عليها هيدخلك على صفحه جوه الصفحه اللي انت عملتها في سي اس 50. تمام. التيبل ده لو انت عايز تعمل جدول، يعني زي ما انتم شايفين مديك صوره اهوت. لو انتوا واخدين بالكم كان في صوره بيعرض لكم صوره. هنا تكتب جمله وجنب الجمله ديت بتبقى نقطه زي ما انتم شايفين كده، او نقط اساسيه يعني. تحت هنا نمبر ليست، يعني نمبر ليست، يعني لو انت عايز ترقم الجمل اللي انت عايزها معروفه ديت. وهنا توجن ليست ديت لو انت مثلا عايز يعني لو ضغطت عليها كده بتخبي حاجات. يعني مثلا لو عملت مثلا هنا الهدف، كتبت كلمة الهدف. تمام. لو ضغطت على علامة المثلث ديت هيروح ضاغط لي حاجة. هروح كاتب مثلا في المكان دوت مثلا وليكن محمد، كلمة محمد. انا كده كتبت كلمة محمد جوه الهدف. فلو عملت هنا لو مثلا دوست على علامة المثلث تاني هتلاقي كلمة محمد اختفت. فانا هنا كتبت كلمة الهدف جوه الهدف ديت، كلمة محمد. هتاخدوا الحاجه ديت هتلاقوها في سي اس 50 لما تدخلوا عليها حاجه اسمها الفاريبلز او المتغيرات. تمام. هتلاقوها في لغه السي. هو نفس النظام ده في نوشن، بتكتب الكلمه وجواها حاجه لو انت عايز تخبي حاجه يعني. تمام. بس احنا مش عايزين ده كله، نمسحه كده. تمام. ونشوف الحاجه اللي بعديها، نضغط علامه الزائد. واحنا لو انت عايز تعمل كود زي ما اتكلمت، كود كده زي ملاحظه كده او مثل انت خدته ويعني عاجبك وكده وحاجات كده، بس الحاجات دي مش عايزينها. عندك لو انت عايز مثلا تضيف ايمج، يعني لو عايز ترفع صوره، ويب بوك مارك معرفوش هو الصراحه، او مثلا تضيف موقع اعتقد، وفيديو لو انت عايز تضيف فيديو، عايز تضيف صوت، عايز تضيف كود. الكود بقى ده اللي انت بتستخدمه بقى، ده المهم جدا في سي اس 50. لو دخلنا على الكود كده زي ما انتم شايفين جاب لنا الكود دوت. ده الكود اللي بتكتب فيه. يعني مثلا هنا بيديك الكود، طبعا احنا مش عايزين دوت، احنا عايزين نمسح ده كده. لما تيجي تمسح بتضغط على علامه 3 شرط اللي فوق وتضغط على ديليت، او تضغط على ديليت من فوق من هنا. تمام. هنا بقى انا لما دوست على الكود جاب لي
الخيار دوت. تمام. بتختار لغه البرمجه اللي هتكتب بيها عن طريق الاختيار او الخيار اللي على الشمال ده. هنا لو كتبت الكود اللي هنا فانا بحدد لغه البرمجه اللي انا عايز اكتب بيها. يعني مثلا عايز تكتب بجافا سكريبت او HTML، او دي كلها لغات برمجه. تمام. دي كلها لغات برمجه. بتختار لغه البرمجه، يعني CSS دي لغه برمجه بتكتب بيها. لغه السي يعني هتلاقي في في CS50 بعد ما تخلص اول اسبوع هتلاقي الاسبوع الثاني بيتكلم عن لغه السي. يعني مثلا هنا هتختار لغه السي، فانا هختار لغه السي كده، اخترت لغه السي. فانا بكتب الكود بتاع البرمجي في اللغه دي. ان انا اول حاجه بحدد اللغه اللي انا هكتب بيها وبحفظه هنا، وبكتب من فوق في الهيدنج 3 او في الهيدنج تكست فكره عمل الكود دوت وامتى بستخدمه. بعد ما اتعلمنا نوشن هنعمل ايه بعد كده؟ هتاخد كل يوم فيديو من الكورس او تاخد 3 فيديوهات في الاسبوع حسب مقدرتك انت. عشان تمشي في المسار بتاع CS50 لازم لك جدول يعرفك انت خلصت ايه من CS50 وهتتعلم ايه في CS50. الجدول ده مقسم الى عده اسابيع، كل اسبوع المطلوب منك تعمل المهام الموجوده فيه. وزي ما انتم شايفين الجدول عباره عن اسابيع بتخلص. اول ما تخلص اسبوع بتعمل علامه صح جنب الاسبوع اللي انت خلصته. وهسيب لك لينك تنزيل الجدول في الديسكربشن تحت. وعشان ننهي قصه اللينكات اللي هتذكرها في الفيديو دوت، فانا هجمع لك كل اللينكات، هجمعها لك في مقاله واحده عشان مش هتوهك خالص. ولينك المقاله طبعا هيكون موجود في الديسكربشن تحت. انا غايتي من الفيديو ده ان انا مش هستهدف كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، انا غايتي بس ان انا استهدف الاشخاص الجادين اللي ناويين يتعلموا برمجه ويكملوا فيها. هنقدر نتواصل معاك وندخلك في جروبات متابعه، واحنا هننزل كل يوم بوست وهتكتب تعليق على البوست ده وتقول فيه ايه الحاجات اللي انت استفدتها من الفيديو ده وايه المشاكل اللي قابلتك، واحنا ان شاء الله هنرد عليك في اسرع وقت ممكن عشان الاستفاده تعم مع الجميع. وفي اخر الفيديو عايز اقول بعض النصايح لو انت هتبدا تتعلم البرمجه. اي حاجه صعبه تقابلك في الكورس ده طنشها، لان الكورس ده زي ما قلت لك بتاخد فكره عامه عن البرمجه وشويه اساسيات، لكن الحاجات الصعبه ديت لسه ما جاش وقتها والكورس ده مش بتاعها، بس هو بيقول لك كده عشان يعرفك انها موجوده مش اكتر. وطبيعي يكون في صعوبه في البدايه لان انت داخل على حاجه جديده اول مره تتعامل معاها. جوجل وشات جي بي تي وبينج وجوجل بارد دول رفقاء الرحله اللي هيكونوا معاك في رحلتك في تعلم البرمجه. معنى اي حاجه انت مش فاهمها عايز تستفسر عن حاجه اسال جوجل او المواقع التانيه، والافضل انك تبحث بالانجليزي. والمواقع دي عباره عن مواقع بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وكنت عملت حوالي 3 حلقات كده كنت بشرح فيهم شات جي بي تي وازاي تسجل فيه وازاي تستخدمه في شغلك. هسيبهولك في الديسكربشن تحت. مش مهم انك تحفظ اي كود خالص، انت هتحفظ الكود ده وانت مش حاسس، المهم انك تعرف بس فكره عمل الكود وامتى بتستخدمه. ومهم قوي انك تسرع كتابتك على الكيبورد لو انت بتستخدم كمبيوتر، وده هيتم عن طريق موقع تايبنج كلاب. ده موقع غني عن التعريف، موقع بيعلمك ازاي تسرع كتابتك على الكيبورد، وفي مواقع تانية كتير بس الاشهر تايبنج كلاب. ومش تنسى انك في سباق، والمهم انك تستمر، وان قليل دائم خير من كثير منقطع. حتى لو هتاخد حلقة واحدة في اليوم، وبالمناسبة الفيديو الواحد اساسا هو ربع ساعة يعني مش قصة. المطلوب منك هو الصبر والالتزام وان شاء الله هتوصل. وبس كده. الفيديو كان طويل شويتين، ولو انت شخص شفت الفيديو ده للنهاية فاوعدك ان انت هتطلع من الفيديو ده فاهم كل حاجة وعارف انت هتمشي ازاي، لانه جمع خبرة ومعلومات كبيرة في مكان واحد. فانت لو وصلت لحد هنا اكتب لنا تعليق ان انت شفت الفيديو للنهاية. وبالنسبة للمقالة اللي هيكون فيها اللينكات، فانا هتضغط على اللينك الموجود في الديسكريبشن تحت هيحولك على المقالة مباشرة، مش هيكون فيها اي اخطاء، واللينكات ان شاء الله هتبقى ظاهرة مش متخبية خالص في المقالة عشان الناس اللي بتتكلم عن الموضوع دوت. لا انا هعرض لكم اللينكات كلها هتبقى موجوده في مكان واحد ويعني ظاهره عشان مش تتوه. واتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومه واحده، ومش تنسى لايك الجميل لان انا فعلا تعبت انا وادم في الفيديو دوت. وانزل بقى سجل بياناتك تحت عشان تشرفنا. وبس كده، سلام.